ازيكم؟ الفترة اللي فاتت ناس كتير من زمايلنا طلبوا اننا نتكلم عن فرص الوظائف في انجلترا بعد المعادلة، وان بقى في شكوى كبيرة دلوقتي من صعوبة انك تلاقي وظيفة بعد البلاب. فتعالوا سوا كده نفرد الموضوع ده بقى ونشوف فيه ايه، يعني الناس مش لاقية وظائف ليه. كنا بنقول ايه؟ خلينا نتكلم بشكل موضوعي ونقول ان تجربة الوظائف دي في الحقيقة فردية جدا. انا شفت ناس كتيرة جدا خلصوا البلاب وفي خلال شهرين 3 قدروا ان هم ياخدوا وظائف، وناس تانية قعدوا لحد سنة على بال ما عرفوا ان هم ياخدوا وظيفة. هل دول مثلا احسن من دول او دول عندهم مؤهلات اعلى من دول؟ الإجابة لا. إذا هل المؤهلات بتفرق في إنك تلاقي وظيفة؟ هو بتفرق صراحة بس دي مش النقطة اللي أنا عايز أوصل لها. The point is إن في عوامل تانية كتير ممكن تلعب دور في إنك تلاقي وظيفة بسرعة. أكيد الحظ له جانب كبير فيها، والجود نيوز يا جماعة هي إن كل الناس اللي أنا عارفها عاجلا أم آجلا عرفوا يلاقوا وظائف. إذا أنت كمان هتلاقي إن شاء الله بس خلينا نتكلم عن الحاجات اللي إحنا نقدر نعملها عشان نحسن من فرصنا إننا نلاقي وظيفة. معلش أنا كنت كاتب النقط اللي هتكلم فيها على ورقة فلحظة واحدة. اول حاجه محتاج تعملها عشان تلاقي وظيفه هو انك تسعى انك تقدم على وظائف كتير قوي. ناس كتير بتحبط مجرد ما يقدم على 10 او 20 وظيفه وما يجيلهمش انترفيو ويحسوا ان الموضوع صعب. صدقني الطبيعي ان محدش بيجيله انترفيو غير بعد مثلا ما يقدم على 100 وظيفه، ده الستاندرد. انت خدت ريجستريشن وده انجاز كبير ومبروك وكل حاجه، بس انت دورك ما خلصش هنا، والعروض مش هتبدا تنهال عليك من مستشفيات البريمير ليج. انت محتاج تسعى في انك تقدم على وظائف، لان كل مره انت بتقدم فيها على وظيفه بتعمل ابلكيشن احسن من المره اللي قبلها، وبالتالي كل مره هتقدم خبرتك في انك تعمل ابلكيشن احسن بتزيد. وحاول دايما انك تقدم على الوظائف المناسبه ليك، مش كل حاجه تقابلك تقدم عليها، عشان ما تضيعش وقتك في جوب ابلكيشنز انت غالبا مش هتتقبل فيها. فلو انت متخرج جديد دور على وظائف في ليفل FY2 او SHO او جونيور كلينيكال فيلو. اما لو انت متخرج بقالك سنتين او اكتر دور على وظائف في ليفل CT1 CT2 او ST3 او سينيور كلينيكال فيلو. وتقدر برضو تقدم على وظائف SHO لو انت حابب. ان شاء الله هعمل لكم فيديو تاني عن ازاي نعمل بروفايل على تراك جوبز وازاي نقدم على ابلكيشنز بشكل مفصل. وانت بتقدم على اي وظيفه بقى حاول دايما تقرا البيرسون سبيسيفيكيشنز اللي موجوده في الاعلان بتاع الوظيفه دي. البيرسون سبيكس هي المقومات اللي عايزينها في الدكتور اللي هياخد الوظيفه، فحاول دايما تقراها وتبين قد ايه ان انت الشخص المناسب في المكان المناسب. انا الشخص اللي انتوا بتدوروا عليه، اللي هو انتوا لو عصرتوني كده هتنزلوا مني البيرسون سبيكس بتاعت الوظيفه دي. ده انا بابا مربيني على البيرسون سبيكس دي من وانا قد كده. من الحاجات الكومن جدا اللي بتبقى موجوده في البيرسون سبيكس هي كورس ALS او ATLS، فحاول تاخد واحد فيهم او الاثنين لو ربنا قدرك. في كورسات تانية طبعا بتختلف حسب التخصص اللي انت بتقدم عليه. فمثلا لو انت بتقدم على وظيفه بيدياتريكس هتلاقيهم غالبا طالبين كورس البيدياتريك ادفانسد لايف سبورت او PALS. في البيرسون سبيكس كمان هتلاقي ان هم بيحبوا قوي الشخص اللي عنده خبره في التيتشنج. فمثلا في كورسات اونلاين في التيتشنج زي تريننج اوف ترينرز، او مثلا كورس الجينيريك انستراكتور بيتاخد عندنا في مجلس الانعاش المصري لو شافوا انك عندك بوتنشال انك تبقى انستراكتور في كورس من الكورسات اللي انت اخدتها معاهم. احنا كل ده بنتكلم في الحاجات اللي احنا ممكن نحسنها في البيرسون سبيكس عشان نلاقي وظيفه بشكل اسرع. ما تتوهوش مني. من الحاجات برضو اللي هتقوي الCV بتاعك انك يكون عندك NHS experience. فحاول وانت بتعمل امتحان البلاب انك تعمل كمان clinical attachment وانت هنا في انجلترا قبل ما ترجع، لانك اولا ممكن تكون علاقات كويسه تساعدك انك تاخد جوب في المستشفى اللي انت عملت فيها الاتاتشمنت دي. ثانيا هتاخد NHS experience وهتكون اضافه ليك في الCV بتاعك. اخر حاجه يا جماعه بجد انكم ما تحبطوش، والسكه دي محتاجه دايما نفس طويل. انت اوريدي قطعت شوط كبير جدا، فاضلك خطوه واحده بس، واول وظيفه في انجلترا دايما بتكون اصعب وظيفه. بس بمجرد انك حطيت رجلك في البلد دي التقديم على وظائف بعد كده هيكون اسهل كتير. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. لو في حد عنده اي سؤال يا ريت يسيبه في الكومنتس واكيد هرد عليه، وان شاء الله اشوفكم الفيديو اللي جاي.